جي اي سي، انتوا عارفين ان احنا بنجرب جي اي سي امكو بقالنا 15 يوم. كانت تجربة طويلة وتجربة الصراحة لطيفة. تؤكد اللي بقوله بقالي مدة ان العربيات الصيني فعلا بتتطور، بقالها مدة كبيرة بتتطور في البنزين، تطور لا يضاهي طبعا تطورهم في تصنيع العربيات الكهرباء واللي اصبحوا ليهم الريادة دلوقتي. لكن في صناعة البنزين الصراحة بيتطوروا. انسى خالص الاجيال الاولى من العربيات الصينية في اوائل الالفينيات وفكرتنا عنها. لا، العربيات الصينيه اثبتت الصراحه مؤخرا كفاءه جيده، وده اللي خلاها مبيعاتها تصل لاكثر من 33% في السوق المصري، وتقدر تقول ان ده تلت السوق، رغم المنافسه الصعبه ما بينها وما بين الاوروبي وما بين براندات تانية اللي كانت بعد الزيرو جمارك اسعارها بقت قريبه من العربيات الصينيه، لكن العربيات الصينيه خدت مكانه جيده. طب خلينا نتكلم عن الشركه اللي بنتكلم عليها النهارده. فاحنا بنتكلم عن عملاق، شركه كبيره جدا، جي اي سي، واحده من الشركات اللي ليها سكه تانية كده، بتقدم كواليتي فعلا، وبتقدم خامات، وبتقدم مواصفات حلوه، شركه مميزه. حتى هم في اللاين بتاعهم بتاع انتاج العربيات الكهرباء متقدمين جدا. اول حد كمان قبل جيلي وفرعهم الزيكر كان يعمل عربيه تتخطى ال1000 كيلو، عربيه كروس اوفر تتخطى ال1000 كيلو مدى. فهم عندهم عربيات مهمه قوي، وانا كنت حتى جربت منهم قبل كده حصري في مصر الايون الاس بلس والايون الواي. عربيات كانت ممتازه، اللاين بتاعهم بتاع الكهرباء ممتاز. طيب هم في البنزين ايه؟ هم في البنزين شركه كبيره جدا عندها تحالفات رهيبه. يعني الشركه دي بتنتج عربيات هوندا في الصين، وبتنتج كمان بعض عربيات تويوتا، وبتنتج لميتسوبيشي في الصين. ولو انتوا فاكرين لما كنت في الامارات بدور على عربيات المغتربين، النسخه الصينيه من الاكليبس، انا لما طلعت الكتالوج وطلعت العربيه على القايم مصنوعه فين، كانت خارجه من مصنع جي اي سي. اكليبس بشكلها اللي انت تعرفه، بموتور من ميتسوبيشي، هي اكليبس النسخه بتاعت الصين، لكن المابنج بتاع الموتور متغير، خارجه بالكامل بنفس الشكل وبعلامه ميتسوبيشي من مصنع جي اي سي الصين. فعشان كده هتلاقوا حتى في العربيه اللي معانا النهارده الامكو في تاثر من التحالف ما بينهم ومن تصنيعهم لميتسوبيشي الكبير والضخم. ان السوق الصيني ممكن يكون يعني سوق اضخم من كل الاسواق اللي انت سمعت عنها او تعرفها، فده مخليهم متاثرين في الشكل الخلفي للعربيه دي، تحسها اكليبس، بس اكليبس متطوره شويه بديزاين فضائي كده. طيب النبذه دي عن الشركه، وانها واحده من افضل 500 شركه في العالم اداء، وده بتقييم مجله فوربس الامريكيه في حصر لراس مالهم وما يمتلكوه مستوى تصنيعهم، عشان اعرفك ان احنا بنتكلم عن عملاق صناعه. فممكن تتوقع لما اجي اكلمك بعد كده هو بيقدم ايه. انا امتلك جي اي سي ام زوم، وانتوا عارفين بقالي 9 شهور ومبسوط منها جدا. الاخت الشقيقه الاصغر شويه، السب كومباكت كروس اوفر للامكو، وعربيه ادائها ممتاز وجيده جدا، والخامات معايا زي الفل والدنيا تمام، وعامله دلوقتي قرب 9000 كيلو ولم اشكو اي شيء، مبسوط منها جدا. وادائها بالعكس كمان في تحسن في استهلاك البنزين كمان اللي هو كويس. اما اجي اكلمك بقى عن المواصفه الفنيه النهارده، ومعلش طولت عليك شويه المقدمه عشان تبقى فاهم او يوصلك المعلومه كويس. هنتكلم عن موتور 1500 تربو، 170 حصان، و 270 نيوتن متر، يعني 177 هورس باور و270 نيوتن متر، بيطلعوا بدري جدا عند 1400 لفه في الدقيقه. وده رقم ممتاز مخلي العربيه دي استجابتها جيده. وجي اي سي تقدر تقول انها واحده من الشركات اللي بتدي ارقام اكيوريت او قريبه من الحقيقه، وارقامهم القياسيه والرسميه المعلنه. لان العزم اللي بيطلع بدري ده واللي حقيقي، وده قليل قوي لما هتاخده من عربيات صينيه، هم عندهم مبالغه شويه في الارقام، وبالذات مجموعه شيري. لكن جي اي سي دقيقين. هتلاقي ان ما بعدش قوي عن ارقام الاكسلريشن لما جينا نجرب العربيه دي مع الفتيس الدول كلاتش الويت التبريد الزيت اللي موجود هنا. هتلاقي ان احنا ما بعدناش قوي، هتلاقي ان العربيه كانت ارقامها اكيوريت فعلا. هم بيتكلموا عن 6.9 ثانيه، وانا لم اقترب من حاجز ال8 ثواني مع التجربه الفعليه للاكسلريشن. وده كويس، لان طبعا ظروف الاكسلريشن او تجربه الاكسلريشن بتتغير حسب مواجهه الهواء ليك، هل الطريق جيد، في رمله ولا ما فيش، ادائك، دوستك، لو في تاخير سنه. فمع الاعاده احنا ما وصلناش ل8 ثواني، وده رقم جميل انك تاخده من سياره صينيه في الافرج ده وبالحجم ده وبالوزن ده، وخصوصا انها من الفئه المدمجه وليست تحت المدمجه. وحته كمان اضيفها، العربيه دي الباور تو بادي ريشيو اللي انتوا عارفين، مقدار القوه على الحجم والوزن والكلام ده،
هنا مظبوط قوي بالسنتي وبالملي، وحتى لان انا قلت في الام زوم اللي انا امتلكها ان الفتيس مش اذكى فتيس دول كلاتش، ولكن هنا الوزن والحجم والقوه اللي طالعه دي والارقام دي عامله معادله حلوه قوي. الفتيس هنا فاهمك سن، قادر يفهم ازاي استجابته مع العربيه جيده. لكن العربيه الثانيه الام زوم رياضيه جدا وحاده جدا، لان وزنها وحجمها الاصغر ومقاومتها للهواء وابعادها اللي جايه فيها في السيجمنت اللي هي فيه مخليها الفتيس بيرتبك. يعني قدره الموتور والعربيه لا اقوى من الام زوم كمان. الام زوم حتى هتلاقي حده الطباع قوي، لكن هنا الاداء مظبوط ممتاز. عايز تتسارع وعايز تجري العربيه بتستجيب كويس قوي والفتيس بيفهمك، او مستوى فهمه ما زلت بقول لسه مش افضل نواقل حركه الدول كلاتش. طبعا الاوروبيين بيقدموا نواقل حركه الدول كلاتش فهماك بالملي، ولا في الدي اس جي ويعني عبقريه فولكس فاجن. لكن الصينيين بيقدموا لك الفتيس الدول كلاتش ليس اذكى نواقل الحركه، ولكنه استجابته كويسه واعتماديته كمان كويسه. سبحان الله الصينيين لما قدموه ما عندهمش مشاكل معاه. لكن تجد، وخصوصا ان الفتيس هنا تبريد زيت، تجد ان العربيه دي استجابتها ممتازه ممتازه للناس اللي عايزه عربيه عائليه. لما يحب يتسارع هيجد العربيه حاضره تحت رجله والفتيس فهمه، وقدره الموتور الجيده والارقام الحقيقيه دي بتديله اداء كويس. وتجد ان العربيه دي لو عايز تمشي في هدوء او استخداماتك العاديه رايح شغلك داخل المدينه او الكلام ده، الاستجابه ممتازه. حتى على الايكو مود العربيه دي ما بتتاثرش جامد خالص زي اي عربيه تانية تحطها على نمط قياده موفر لاستهلاك البنزين، بيعمل ريديوس لكل حاجه او بيقلل من كل حاجه. فالعربيه دي تعتبر ممتازه في الاداء. نيجي بقى نتكلم عن حته استهلاك البنزين، لا اختها الام زوم الاصغر افضل طبعا، ده راجع للوزن. ولكن العربيه دي ممتازه في حته برضه. هرجع اقول لك لو انت نمط قيادتك عادي او نمط قيادتك يميل للهدوء، انا قدرت اجيب رقم هيظهر قدامكم على الشاشه، اعتقد هيبان قدامكم افضل افرج جبته، وصلت وشفت ال 5.8 لتر. لكن العربيه دي مع الضغط ومع التسارع ومع انك تحطها على سبورت مود اللي بيعفرت العربيه حرفيا، لا انت هتلمس في ال10 و9.5 لتر. فنمط القياده يرجع لك. لكن هل ده مش تحسن في استهلاك البنزين لبراندات صينيه مع جي اي سي؟ لا ممتاز، لان انا جربت عربياتهم كلها من اول الامباو لحد الجي اي سي، الام زوم والامكو، وهم بيدوا اداء رياضي شويه يميل للنمط الرياضي. العربيات ادائها في البنزين جيد جدا. في براندات تانية كنا بنشوف بيلمسوا في ال 14 لتر وال 15 و16 لتر مع الدوس، ما بتتفهمش حرفيا انت عايز تعمل ايه او عايز تروح فين. فان احنا نصل لاقصى استهلاك واقصى استخدام مع وزن زي ده مدمج، عربيه من فئه التوسان والسبورتاج ليست صغيره الحجم قوي، فجيد جدا استهلاك البنزين اللي بكلمك عليه ده. لما نيجي بقى نتكلم عن الامان في العربيه دي حدث ولا حرج الصراحه. باكج ممتازه جدا، مجموعه الاداس كامله واكيوريت جدا، بتتدخل في الوقت الحاسم. ورغم ان ده يكون مزعج لبعض الناس شويه في مصر، هو ممكن تقفله وممكن ما تشغلوش، بس الباكج كامله والمجموعه كامله. الكوليجن وارنينج والامرجنسي سيفتي بريك واللينك كيب اسيست الاكيوريت والكاميرات ال 360، كل ما تتمناه موجود في العربيه دي. فالموضوع لطيف قوي. كمان ادابتيف كروز كنترول، وده بسبب طبعا وجود مجموعه الاداس واللينك كيب اسيست النشط مش التحذيري بس. فمثبت السرعه الذكي حتى موجود مع سيستم كاميرات 360. فالعربيه تعتبر اكيوريت قوي وحساسات ورا وقدام. الباكج كامله. العربيه كمان فيها عدد الاير باجات كامل 8 اير باجز، ومن حته الامان دي ما تحطش الموضوع في دماغك. لما نيجي نتكلم عن باكج الاوبشن هتلاقي باكج برضه محترم. هتلاقي الشاحن الوايرلس، هتلاقي كاميرات 360 زي ما قلنا، شاشه العدادات لطيفه والاستجابه حلوه قوي، الانيميشن اللي بيظهر وانماط القياده اللي بتطلع لك، والباكج اللي موجوده جوه الانفوتينمنت سيستم مع الساوند سيستم حلو، افضل من اختها الام زوم سنه، يعني لطيف. هو بالتعاون مع دولبي اتموس السيستم السماعات والانفوتينمنت سيستم والصوت، فالموضوع لطيف. فهنجد هنا كمان الوايرلس ابل كار بلاي، ودي حاجه محترمه جدا جدا جدا. بقينا نشوفها دلوقتي من براندز صينيه او شركات صينيه ذات ثقل، انها تحط لك توصيل الابل كار بلاي وتقدر تشوف كل حاجه قدامك وخرائطك كل حاجه بدون سلوك. فالباكج محترمه قوي. 2 كرسي كهرباء، فتحه سقف بانوراما للاسف ما بتتفتحش زي اختها ام زوم، يعني عشان تبقى فاهم يعني شبيهه بالكاشكاي والكادجار كده، مجرد فتحه سقف بانوراميه كبيره ازاز. يعني كل حاجه انت محتاجها قدام ايدك بصراحه. العربيه فيها
باكج حلو قوي، شنطه كهرباء، ايزي اكسس للشنطه لما تقف وراها تفتح لوحدها، تنزل العربيه تقفل الهيدن، المقابض الهيدن، وترفع الازاز لوحده وتقفل البانوراما. يعني العربيه بصراحه مش ناقصها حاجه كباكج اوبشن وريتش، والخامات فيها لطيفه. مستوى الخامات ومستوى العزل في العربيه دي ممتاز، وانا حتى لاحظت ده في اختها الام زوم، ممتاز 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 رائع بصراحه. راحوا في حته تانية، والام زوم زي ما قلت لكم اكبر حكم، وانا اكتر واحد قادر يحكم على ده. عربيه اقتربت من السنه معايا وما اتغيرش حاجه، البيلد كواليتي محترم جدا. فده مخلي مستوى العزل جيد في العربيه دي، واحده من العربيات الصينيه اللي مستوى العزل فيها واللي دايما نشكو من ده في العربيات الصينيه جيد جدا جدا بصراحه. جي اي سي في حته تانية في الحته دي. لكن هتفتقد هنا ان مفيش الاكزوست او الاكزوست ساوند سيستم اللي موجود اللي بتشغله بزرار، الحته الرياضيه اللي موجوده في العربيه الام زوم واللي بتديك صوت يعني كده لطيف. طبعا مش عالي قوي، بس فعلا بوابات الاكزوست بتفتح وبتعمل صوت حلو مع نمط القياده السبورت او السبورت بلس، وبتديك احساس حلو خصوصا مع اداء العربيه الجيد. شويه حاجات كده تريكات ناقصه يعني دمها تقيل، بس اهو مقبوله. كنا نتمنى برضه ان البلايند سبوت يبقى موجود مع مجموعه الاداس الكامله، ولكنه مش موجود معايا هنا في العربيه. العربيه لما تيجي تتكلم عن المساحات برضه هقول لك حاجتين. مساحات العربيه دي رائعه رائعه رائعه، ومستوى الجلوس الخلفي رائع. 3 بالغين فعلا حرفيا هيقعدوا مفيش نفق في تيست تماما، وهيقعدوا مرتاحين قوي. الهيد روم والليج روم رائعين، بحر حرفيا. ودي برضو من العربيات القليله اللي في الحجم المدمج، مش الميد سايز اس يو في اللي بتقدم ده، فده شيء كويس قوي. لكن لما نيجي نتكلم على الشنطه، رغم ان توزيعتها حلوه والرقم يبدو مقبول ومعقول 428 او 430 لتر، ولكن العربيه دي مش اكبر حجما في الشنطه. هناك سيارات في الفئه تتفوق عليها كتير ب 100 و 150 لتر اخرين، فمش كل حاجه فيها ميزه. هناك عيب برضو اقدر اقول لك ان دي مش اكبر شنطه، ولكن توزيعتها كويسه وقد تكفي عيله احتياجاتهم مقبوله. مش هنقدر نقول وحشه ولا هنقدر نقول الافضل. فالعربيه دي اجمالا، وانا بالذات اخترت العربيه دي عشان اجربها التجربه الطويله دي، لانها بعد تخفيض سعرها هي اكتر العربيات الصينيه حاليا اللي اتجربت في الاسواق منطقيه، لان العربيه دي رجعت لسعر الطرح لما تخفض سعرها ل 130 الف جنيه اللي عرض في شهر 11 السنه اللي فاتت مع تقديم عربيات جي اي سي في مصر. فبقت العربيه دي بتبتدي من حوالي 1,270,000 حتى 1,480,000 اعلى الفئه اللي معايا، وده رقم يعتبر جيد لعربيه تصميمها اخاذ كده وتصميمها لطيف، وتعتبر عربيه متميزه تصميميا، وبتدي كمان حجم ومساحات ومضمون جيد. كمان العربيه دي وكيلها عبد اللطيف جميل، الوكيل الخليجي المشهور اللي كان وكيل دايهاتسو زمان وحاليا وكيل فورد في مصر بقاله سنين. فاعتقد انه اسم برضه كبير، وبنتبسط لما يبقى توكيل صيني او براند صيني كويس واخده توكيل له اسم في عالم المبيعات وخدمات ما بعد البيع. تتفق او تختلف، ليك مشاكل معاهم، لكن احنا بنتكلم عن كيان كبير وكيان عنده مراكز خدمه متعدده ويقدر يخدم، ولهم باع في عالم التوكيلات، ولهم ملاءه ماليه تطمنك ان البراند تقيل ومش هيحصل له كبوات. فده اجمالا لو عايز رايي، واحدة من العربيات اللي لو بتشتري عربية حجم مدمج ومش عايز تطلع للكوري والأوروبي وتقرب من 2 مليون جنيه، واحدة من العربيات اللي تحت 1.5 مليون اللي ممكن تفكر فيها. ووازن بقى ما بين احتياجاتك. الام زوم ممتازة والامكو ممتازة، لكن كل منهم يناسب أسرة معينة واحتياجات معينة. شكرا، وكان معاكم محمود خيري في تجربة تفصيلية كاملة الأطول من نوعها لجي اي سي امكو في الشرق الأوسط. 15 يوم معانا، حرسنا العربية كويس. شكرا.